زيت الزيتون البكر الممتاز لديه القدرة على إحداث الموت السريع للخلايا السرطانية مع ترك الخلايا السليمة دون أذى. من المعروف أن زيت الزيتون له العديد من الفوائد الصحية، ولكن العلماء لم يتمكنوا لمدة طويلة من تأكيد فعالية ظاهرة مكافحة السرطان. فطرق معالجة زيت الزيتون أيضا تختلف بشكل كبير من حيث تركيز المركبات المضادة للسرطان. باحثون أمريكيون وجدوا أن إحدى مكونات زيت الزيتون والمسمات بالأوليوكانتال بإمكانها القضاء على الخلايا السرطانية في أقل من ساعة. هذه النتائج تجعل الباحثين ينكبون أكثر على دراسة آثار الفوائد الصحية لحمية البحر الأبيض المتوسط الشهيرة التي تعتمد بشكل كبير على زيت الزيتون البكر الممتاز. السكان من تلك المنطقة لديهم متوسط العمر المتوقع مرتفع وانخفاض مخاطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية مقارنة مع أمريكا الشمالية وأوروبا الشمالية. زيت الزيتون البكر الممتاز هو فريد من نوعه لأنك تأكل أساسا مكونا من الفاكهة الخام. هذا هو سر فوائدها الصحية الهائلة. تم تأكيد فعالية الأوليوكانتال في القضاء على الخلايا السرطانية من خلال تجارب تمت على الفئران، وكانت الدراسة بالتحديد لتأثيرات الأوليوكانتال على الخلايا السرطانية التي تصيب البروستاتا والثدي والبنكرياس. ووفقا للباحثين الأمريكيين فإن بالنسبة لكائن يزن 90 كيلوغراما على سبيل المثال، لكي يحصل على تأثير مضاد للسرطان يجب أن يستهلك ما لا يقل عن 2.25 لتر من زيت الزيتون. الأبحاث ما تزال مستمرة على الحيوانات في انتظار تجربتها على الإنسان.